شاب عنده 18 سنة ما بيعرفش ينام غير بعد ما يشيك آخر الأخبار وعلى الانستجرام بتاعه. بنت عندها 20 سنة مش قادرة تذاكر عشان طول الوقت حاسة إنها أقل من الناس اللي بتشوفهم أونلاين. حتى طفل عنده 12 سنة جات له بانيك أتاك أو نوبة هلع عشان اتشال من على جروب واتساب فجأة. مراهق عنده 15 سنة كل ما ينزل صورة على السوشيال ميديا يقعد يستنى اللايكات، ولو محدش اداله اهتمام كفاية بيمسح الصورة ويقعد بقية اليوم وممكن حتى بقية الأسبوع مكتئب وحاسس إنه مش محبوب. تخيل إنك فاتح لعبة على الموبايل، كل مرة تضغط فيها تستنى جايزة أو مفاجأة، مرة تكسب ومرة تخسر، لكن عقلك بيفضل مترقب للمرة الجاية. نفس الفكرة كانت بتحصل زمان لما حاجة زي التليفون الأرضي مثلا بترن فجأة، قلبك بيدق كل مرة قبل ما ترد. دلوقتي الموبايل بإشعاراته بيعمل كده مئات المرات في اليوم، كل إشعار بمثابة دفعة كيميائية صغيرة في دماغك. الموضوع أشبه بإنك تفتح باب فتلاقي هدية صغيرة أو يمكن ما تلاقيش حاجة. دماغك بيتبرمج إنه يستنى المفاجأة دي كل شوية، كل تمريرة أو سكرول على الفيد، كل إشعار أو نوتيفيكيشن، كل لايك جديد بيخلي المخ يفرز دفعة من الدوبامين اللي هي المادة المسؤولة عن الشعور بالمكافأة والمتعة، والمخ ببساطة بيتعود عليها. ولما تحاول تبطل أو تقلل تحس بفراغ وملل، فتضطر تفتح تاني عشان تدور على الجرعة الصغيرة دي من المتعة الرقمية.